الربيع العربي مصر على إسالة الكثير من المداد 3 سنوات على هبوب رياحه الربيع، وتداعياته محور ندوة رعتها مؤسسة الملك آل سعود بالدار البيضاء بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين المغاربة والأجانب. مبارك إبراهيم. التحديات التي تولدت عن الربيع العربي في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت محور نقاشات الملتقى الدولي لاستعراض الآمال التي انتعشت في ظل الواقع الذي أفرز هذه الأحداث. ما حدث منذ 2011 استثنائي، وسنناقش أولا الآمال التي ترتبت عنها، وهي طبعا الديمقراطية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية. تقديم بعض الأجوبة على كثير من الأسئلة المطروحة حول الانتقال الديمقراطي، حول كيفية مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الصعوبات فيما يخص الأمن. المتدخلون أكدوا أن المغرب شكل استثناء في العالم العربي عبر سلسلة من الإصلاحات كان أبرزها دستور 2011 إضافة إلى الأوراق الكبرى في الجانب الاقتصادي. أعتقد أن مقاربة المغرب بشأن قضية الإصلاحات كانت مختلفة مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة. بالمناسبة أحيي شجاعة جلالة الملك على الإصلاحات التي دشنها. سمي بالربيع العربي بحق وبغير حق، ولكن هناك واقع أن ما جرى في كل البلدان العربية هو التعبير من طرف الشعوب عن وضع أحسن. الملتقى الدولي وهو تحت شعار الربيع العربي آمال وحقائق كان مناسبة لقراءة التحولات التي عرفت الدول العربية والعراقيل الموضوعية التي يجب تجاوزها سياسيا واقتصاديا لخلق مجتمع عربي تختفي فيه الفوارق الاجتماعية.